فاتح خيمة بالشارع يعني انجلد لترميم المصاحف، لأنه قبل الحرب كنا عاملين يعني محل صغير بسيط حاطين صناديق بالشوارع حفاظا على اسم الله، ولا ورقة تبقى مرمية على الأرض يحطوها بالصناديق. بعد الحرب اللي صار بالحرب هذه اللي صارت طحنت المساجد طحنت الدور وصارت المصاحف ممزقة كثير. صارت الناس تجيب لنا المصاحف هذه بنجددها وبنصلحها ونقدمها بأجمل صورة للناس من دون ثمن. فيش الأهل الخير على اللي يساهموا يجيبوا الورق ويجيبوا الزيق وشي زي هيك. فأنا يعني شغال يعني للأسف فيش أنا وكمان واحد يعني متطوع بيشتغل معي، وهذا المشروع كبير وإحنا مش قادرين إن يعني نلاحق على المصاحف، آلاف مصاحف ممزقة، فيش يد عاملة، فيش إمكانيات، المكان مش مناسب للتصليح. هذا بده أقل حاجة 20 نفر يجدد من المصحف من واحد لواحد كل 5 دقائق بيطلع المصحف كامل. للأسف فيش إلا نحن 2 يعني اشتغلنا على المشروع هذا.